صباحكم فل. النهاردة احنا في جولة في جزيرة بالما دي مايوركا في أسبانيا. اللي قدامنا دي الكاتدرائية الأشهر في الجزيرة، وجنبها القصر بتاع الحاكم أو الملك بتاع زمان. زي ما احنا شايفين الجو رائع. احنا كنا في شهر 10 أو 11، يعني شتاء، الناس لابسة صيفي، شمس دافية، حتى الحمام مبسوط بالجو. وزي ما احنا شايفين ده المنظر من قدام الكاتدرائية. قدامنا على طول في الناحية التانية البحر الأبيض المتوسط. دي الكاتدرائية مرة تانية، أثرية طبعا وليها تاريخ كبير. خلوا بالكم ان الأسبان العرب دخلوا أسبانيا، ففي جزء طويل من تاريخهم عربي. دي الشوارع في بالما، الأزقة في بالما لطيفة، بتفكرنا بالبلاد العربية إلى حد ما. أما البحر فمش هحكي لكم على جماله، بحر الأبيض المتوسط ولا المياه كانت دافية في شهر 10 أو 11، والشمس والطبيعة خلابة، جميلة جميلة، وبنصح أي حد يروحها. الألمان بيعتبروا إن بالما دي مايوركا المقاطعة اللي بتكمل ألمانيا. يعني ألمانيا بتعتبر إنه بالما جزء منها، والألمان هناك في كل مكان. ده المينا. بصراحة يعني استمتعنا جدا بالرحلة هناك، والأكل كان جميل جدا لأنه بيجمع بين الغرب والشرق، بيجمع بين الأكل العربي والأكل الأوروبي مع بعض. وكان يعني البوفيه كان حلو كتير. الأكل طبعا مش زي أوروبا بشكل عام، ألطف بكتير الأكل، أطعم، والطبيعة هناك خلابة. بنصحكم كلكم اللي يحب يعمل أورلا وبيروح هتتبسطوا. خلوا بالكم بالما معروفة بالديسكوهات والمزيكا بتاعت بالما مشهورة عند الألمان لأن بيروحوا يسهروا فيها. دي برضو الأزقة مرة تانية عجبتني قوي، فكرتني بالبلاد العربية. وهنا كان في مظاهرة، فإحنا كان لازم نصورها ونقول الشعب ده بيتعامل ازاي، عنده حرية ولا لا. وزي ما احنا شايفين واقفين في سلام ومعتصمين او متظاهرين.